السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. منذ قليل انتهت مباراة المقاولين والأهلي 2-1 للأهلي. هدفين، هدف لطاهر محمد طاهر ومحمد هاني، وهدف المقاولين جوناثان أوشايا. طبعا وأمس انتهت مباراة الزمالك وزد بفوز زد 2-1 على الزمالك. هنتكلم النهارده اول حاجه عن مباراه الزمالك وزد، ومفاجاه من العيار الثقيل. 2-1 الخساره الثانيه للزمالك، الخساره الثانيه على التوالي للزمالك بعد خساره مباراه انبي. وهنا في رساله لكابتن اوسوريو. حابين بس نوضح حاجات. المدرب، سر نجاح اي مدرب مع اي فرقه في العالم كله حاجتين. اول حاجه اعرف امكانيات لاعبتي، وده اتكلمنا فيه قبل كده. تاني حاجة أقدر أوظف وهيئ الإمكانيات ديت لخدمة الفريق بالطريقة المناسبة للفريق وإمكانيات اللعيبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هديك مثال أنت هتفهمني. جوزيه مورينيو، الراجل ده مسك تشيلسي، مسك انتر ميلان، حقق معاهم نجاحات. جه يمسك ريال مدريد ما حققش نفس النجاحات. بمعنى لما تيجي النهارده تتكلم على دوري الابطال هو خد مع انتر ومع تشيلسي دوري الابطال، ولكن ما خدش مع ريال مدريد دوري الابطال. ليه؟ تعال نتكلم. جوزيه مورينيو في طبيعته اداؤه دفاعي، بيجي يركن الاتوبيس، فده كان مناسب لانتر بامكانيات اللعيبه، وكان مناسب لتشيلسي بامكانيات اللعيبه اللي موجوده في الوقت ده. ولكن لما جه ريال مدريد عنده كل الهجوم او كل اللعيبه هجوميه في ريال مدريد جايبه افضل لعيبه في كل فريق وحطهم في ريال مدريد. عندك كريستيانو، بنزيما، اوزيل، دي ماريا، ما اعرفش، كاكا، كل اللعيبه دي موجوده. طب ازاي هدافع بدول؟ واصله لك؟ ولكن في انتر قدر يحط لعيبه دفاعيه مع يعني قدر يهيئ الامكانيات دي لخدمه الفريق وتخدم طريقته. طيب، فمن هنا قدر ينجح مع الفرقتين دول، ولكن ما قدرش ينجح مع ريال مدريد، او نسبه النجاح هنا ما كانتش زي نسبه النجاح مع ريال مدريد. نتكلم كمان على جوارديولا مسك برشلونه ايام انيستا وتشافي وميسي، قدر يهيئ ويلعب بطريقه اللعيبه دي بالامكانيات دي ما تنفعش معاها غير الطريقه دي. يعني ما ينفعش امسك برشلونه ودافع بيها، لان الامكانيات دي بالامكانيات الجسمانيه بالامكانيات المهاريه للعيبه دي ما ينفعش غير ان انا العب بيها بطريقه جوارديولا. هي دي بس، ما ينفعش العب بغيرها. ما ينفعش ادافع باللعيبه دي، لكن ينفع العب بلمسه ولعبه عشان دي مهارات وامكانيات اللعيبه. تعال نتكلم لما راح بايرن ميونخ ما حققش نفس النجاحات، او بمعنى اصح ما قدرش يرسم استراتيجيته زي ما قدر يرسمها في برشلونه وزي السيتي النهارده. ده جوارديولا. هي الفكره كلها زي ما بقول لحضراتكم، الفكره ان انا عندي امكانيات اقدر اهيئها مع امكانيات اللعيبه، مع الخطه بتاعتي تخدم على الخطه بتاعتي. يعني انا ما ينفعش اجيب مثلا ابو تريكه وبركات وشويه لعيبه مهاريه واقول لهم دافعوا. ما ينفعش اجيب لعيبه على قد حالها امكانيات واقول لهم هاجموا. هي دي الفكره. النهارده بقى اوسوريو عمل ايه؟ اوسوريو عمال يهاجم ويلعب بطريقه مفتوحه، وما عندوش اصلا اللعيبه اللي تقدر تخلص قدام. تعال نتكلم عن سيناريو مباراه الزمالك وزد امبارح اللعيبه. طبعا واحد يجي يقول لي يا عم ما لو كانت كره سيف الدين الجزيري جت كان الماتش اتغير. ما هي دي بقى اللي بتكلم فيها. امكانيات اللعيبه مش هي اللي تديني 100% فرص محققه. يعني اللي هجيبه او الفرص اللي تتوح لي هقدر اجيبها 100%. سيناريو المباراه امبارح، اول كوره اتلعبت حسام عبد المجيد طوليه لابراهيم انضاي، خد اللعيب اللي اسمه علي لالا بسرعته، قدر يعمل عرضيه سيف الدين الجزيري بلمسه واحده جول. زد خلاص، زد بقى ايه؟ خايف. هو بادئ المباراه اصلا خايف، اول مباراه رسميه قدام الزمالك في الدوري، فالدنيا فيها قلق. اللعيبه بتخبط على بعض، اللعيبه عماله تشلت وتشليت بلا هدف.
تشليت وتشتيت، شوطه يعني شوطه مش تشتيته عاليه تنزل، اللي هو اللعيبه مرتبكه في ارتباك واضح جدا في الدفاع، وكمان من علي لطفي حارس المرمى بتاع زد. تيجي كوره عرضيه هوب علي لطفي يترمي عليها ياخدها، تقع من ايده تترد، هوب شويه دلع من لعيبه الزمالك هوب تضيع. هوب بعدها كوره من حسام عبد المجيد طويله لسيف الدين الجزيري انفراد فضيعها. هنا بقى نتكلم على امكانيات اللعيبه. الفرص اللي جات لك دي لو انت خلصتها انت كسبت 5-6 مرتاح. ليه؟ انت اللعيبه قدامك بتاعت زد خلاص قليله، مش قليله، اللعيبه مرتبكه، فانت دوست بنزين. من هنا كنت ممكن تكسب المباراه زي ماتش سموحه، لكن انت النهارده ضيعت، فقدرت تدخل زد المباراه من جديد. لا ده احنا نقدر. اول فرصه اتلعبت كره مرتده، احمد او لعيب اسمه اوفا تقريبا، ده كان قطه مش اوفا، قطه. اللعيب ده قصير جاي اعاره من بيراميدز، لعيب سريع، لعيب مهاري، خفيف الحركه، قدر في مرتده يعمل عرضيه. اللعيبه بصت لنفسها كانهم بيقولوا لنفسهم احنا نقدر، ده الزمالك مفتوح من ورا، نقدر. فرصه في الثانيه بدأ زد يدخل المباراة، بدأ زد يهدد الزمالك، ولكن كان ينقصهم حسن التصرف وسرعة التصرف في الكورة. يعني مثلا الكورة بتتلعب لمحمد أشرف، المفروض تتلعب عرضية على طول، عرضية أرضية، اتأخر ثانيتين لعيبة الزمالك تمركزت وخدت إيه؟ تمركزها، فلما اتلعبت عرضية ما كانتش خطيرة. ده غير طبعا أخطاء المدافعين بالجملة للزمالك. كرة عرضية من محمد أشرف، كرة هدف زيكو، مصطفى زيكو، الكرة عرضية من محمد أشرف. شادي حسين اللي تقريبا مبطل كورة ولا ايه ما تعرفش، كان قاعد الفترة دي كلها في يعني بعد ما ساب الاهلي تقريبا كان قاعد الفترة دي كلها في البيت. كرة عرضية بتتلعب بدماغه، محمد عبد الغني داخل كالعادة بعد أحمد أمين أوفا في إنبي، داخل معاه بقى على الأرض بيسند الكرة لمصطفى شيكو، مصطفى زيكو، مين شيكو ده؟ مصطفى زيكو، عشان تتلعب بشماله تنط وتتحط جول، هدف التعادل. وكأن زد بيقول او الزمالك بيقول لزد ادخلوا المباراه من اوسع الابواب. نهوا الشوط الاول 1-1، نيجي للشوط الثاني كل الخطوره وكل الفرص عند زد. تصدي اسطوري من محمد عواد لما تتشاف في الاعاده بيفكرك، عشان نكون واضحين ونكون منصفين، بيفكرك بتصدي الحضري من ديديه دروجبا في منتخب مصر وكوديفوار 2008، افريقيا 2008، نفس التصدي تقريبا. محمد عواد فارق كتير مع الزمالك. محمد عواد او لو محمد صبحي مكانه، حقيقي محمد عواد فارق كتير، والزمالك لو محمد صبحي اللي كان واقف كان الزمالك كان اتعبى، كان الماتشات كانت تخلص 2 3 4. ايوه والله. ليه 2 3 4؟ هو مش قله، مش يعني مش تقليل من اللعيبه، ولكن هو تقليل من خطط المدرب. المدرب يا ابني بس الكلام برضه لاوسوريو، انت مش بتلاعب 11 خشبه، انت بتلاعب لعيبه كوره برضه، وبتلاعب مدرب قاعد بره، بتلاعب مدرب قاعد بره راسم خطه وعارف نقطه ضعفك ونقطه قوتك. متفقين في الحته دي؟ انت اوسوريو بيجي عليك بال 15 16 انفراد. انت تتفرج النهارده على الزمالك دخل فيه جول، كام جول لحد النهارده؟ جول مقاولين، جولين بيراميدز ادي كده 3، وجولين انبي ادي كده 5، وجولين زد ادي كده 7. 7 اهداف في 5 6 مباريات تقريبا، وجول سموحه 8 اهداف، يعني بمعدل كل مباراه هدف، يعني كل مباراه هدف. طب ازاي الزمالك بعد كده معنى كده انه هيخش في، لو مشي بالمعدل ده، نمشي بالمعدل ده كل مباراه هدف، والمباراه و20 فريق 19 38 جول، هتخش فيك يعني هتنهي الموسم 38 جول داخل فيك 38 هدف. ايه هتصارع على الهبوط؟ دي علامات استفهام على اوسوريو. وفكره كمان فتوح السهر هو ومصطفى الزناري، وخروج من المعسكر
احمد فتوح كأن بيقول لاداره الزمالك، طبعا في الوقت ده اللي هو بيحاولوا يجددوا فيه بيتفاوضوا معاه، كانوا بيقول لاداره الزمالك يعني مش عايز اقعد، او مشوني، او انا بدور على عرض تاني، او انا مش مكمل معاكم. يعني اللي عايز يقعد ده او اللي عايز مطالب، هو في التجديد طالب برضه فلوس حلوه يعني. هو طالب ده. طب انت المفروض تقدم السبت، او تتعامل كويس باحترام وبأدب، او تحترم الاداره، تحترم الجماهير، ولازم بتعمل الخير عشان يعني يتلبي لك طلباتك. مش انت بتعمل ده وكأنك بتتنك على الاداره وعلى الجماهير. معنى كده احمد فتوح بعد ما قلنا قبل كده ان في تقارب وجهات نظر مع الاداره، والراجل هيجدد 4 مواسم، شكلها في شنك، واحمد فتوح غير رايه. جاي عروض لمحمد صبحي بعد ما قعد دكه بعد تألق عواد، واعتقد محمد صبحي مش هياخد تاني الا في حاله اصابه محمد عواد. ان محمد صبحي بيدور على عروض، او في عروض جايه له، بيدور على تعاقد جامد يلعبه اساسي بعد تذبذب احمد الشناوي في ماتش بيراميدز في الايام الاخيره، وخساره بيراميدز 2-0 من سيراميكا. وكأن بعد خروج الاهلي من الدوري الافريقي يعني الاهلي رعبهم فالزمالك خسر. لا مسيبك من الزمالك كده بيخسر. بيراميدز ماشي اون تراك، اول ما الاهلي قال لك انا راجع، بيراميدز خد التراك وقع على وشه وخسر 2-0 من سيراميكا. معلومه للمفارقات عندنا في ماتش زد، اللي عمل الاسيست في الجول الثاني رأفت خليل. الجولين اللي جابهم سيراميكا في بيراميدز، واحد احمد قندوسي، 2 محمد شكري بتوع الاهلي. وكأن لعيبه الاهلي بتصبح وبتمسي على لعيبه الزمالك وبيراميدز. تعال نتكلم في الاهلي. الاهلي النهارده فاز 2-1 باداء ضعيف جدا، باداء بشوفه حاله نفسيه زي الزفت بعد الخروج من الدوري الافريقي. كولر بادئ بشويه لعيبه كلها دكه، بس انا يعني فوز و3 نقاط مهمين، الاهلي وصل ل 9 بونت والمركز الخامس وليه ماتشات مؤجله، كل الكلام ده حلو. بس هو ليه موديست؟ يعني هو موديست ده حقيقي. يعني في بوست كده على الفيس بيقول لك ايه؟ بيقول لك موديست ده بيعلمك انك ما تفكرش تشتري حاجه اونلاين. والله ما تفكرش تشتري حاجه اصلا لو على موديست حقيقي. يعني يا اخي ده النهارده في كوره حط مهاره كوبري لاحمد فوزي بتاع نص الملعب بتاع المقاولين، هوب ما اعرفش ايه، فالواد مش هينكله. انت تشوف اللاعب وهو بيقع دبشه بتقع، دبشه. عارف انت حسن حسني الله يرحمه لما جه بيقول لك يا نهار اسود دبشه بتقع في قلب الميه؟ هو نفس الكلام، دبشه بتقع في قلب الارض. اسندني يسترك. بقى عندنا قفشه ودبشه. يا فرحتي على الاهلي النهارده باداء زي الزفت حقيقي، اداء دون المستوى. واستثني 2 لعيبه، محمد عبد المنعم برغم انه زودها شويه في الدفاع، وامام عاشور. امام عاشور حقيقي تسلم البط اللي شالتك يا ابني. لعيب بجد، لعيب كوره دايما مخليلك. يعني هو بيفكر عكس اتجاه المشاهد. يعني اجيبها لك ازاي؟ يعني انت مثلا ايه، الكوره جالك على اليمين، اعمل عرضيه بقى كويسه مكوصه لموديست او لاي لعيب يلمسها يحطها بدماغه برجليه، اهم حاجه تخش جول. لا، هو الدنيا كلها الفرقتين بالمشاهدين بيستنوا كره عرضيه، وهو قال لهم انا اسف معلش المكان ده مش ما يناسبنيش، راح عمل الكوره عكس اتجاه اللعب. كل اللعيبه بص كده ورا ظهرها اللي هو ايه ده، هو بيعمل ايه؟ دب محمد هاني جول. يا جدعان احنا قلنا هي تفاصيل صغيره. الكره دي كام لاعب في الاهلي على سبيل المثال في ماتشات افريقيا، في ماتش سان داونز اللي فات، كام لعيب جات له الفرصه يعمل عرضيه بالشكل ده في المكان ده؟ 50 لعيب بنفس الطريقه تتلعب عرضيه، الدفاع يشلتها ويشيلها. محدش فكر ان يلعب الكوره عكس اتجاه المدافع، عكس اتجاه العين للمدافع اللي هي اسمها البلايند سايد، الجانب الاعمى للعيبه كلها.
انت خلاص انت طلعت الفرقتين كلهم بره اللعبه، ما دخلتش غير لعيب واحد هو اللي هيشوط الكوره، محتاجه بس دقه من المهاجم انه يشوطها صح، خلاص جول. جول. هي دي يا جماعه، هي اللي احنا بنتكلم بس عشان التفاصيل دي، اقسم بالله اقسم بالله التفاصيل دي اهم من الحاجات الكبيره. يعني انت النهارده لو جات لك انفراد وضيعتها، وارد تضيع انك اتصرفت فيها غلط، ولكن انت ممكن لو اشتغلت على التفاصيل الصغيره دي اقسم بالله تنجح، اقسم بالله تنجح. اتفرج على جيل ابو تريكه وبركات وائل جمعه، الجيل العظيم ده، الكره في لمسه واحده. ياما ابو تريكه جات له فرص وضيعها، بس في فرص تانية بتكون ميته، عرضيه مثلا يروح لعبها على عكس اتجاه حارس المرمى يحطها في القريبه، برغم ان كانت ممكن تطلع عرضيه، ممكن ما توصلش لحد، وممكن الحد ده يشوطها وتطلع بره، ولكن هي تفصيله صغيره. التفاصيل اقسم بالله الحياه تفاصيل، يا تنجح يا تفشل. التفاصيل دي هي اللي هتنجح اي حد في اي مجال حقيقي. طبعا الاهلي فاز، شكرا للاهلي انه فاز. كولر لازم قعدات معاه، وانا عندي اختلاف وانتقاد او نقد على خالد بيبو. الراجل لما اتقعد معاه او في مؤتمر صحفي جه بيتكلم بيقول لك خالد بيبو ما بيشوفش شغله، او فيما معناه مش مسيطر. ما هو مدير الكرة ده شخصية، وبيبان مدير الكرة ده انه مسيطر ولا لا، بيدافع عن لاعيبة الاهلي ولا لا، بيقف قدام اي لاعب مستهتر ولا لا، بيقف قدام الحكام ولا لا. ومش معنى كده انا بقول لك هلل مع الحكم على الفاضي، لا. كان في كتير سيد عبد الحفيظ لما كان بيطرد كان بيطرد عشان بيدافع عن الاهلي، بيدافع عن الاهلي. لكن انا خالد بيبو بشوفه قاعد زيه، يمكن كولر عنده الحميه عنه برغم ان كولر هادي، بس بشوفه بيتحرك عن خالد بيبو. بشوف خالد بيبو قاعد زيه زي اي لعيب قاعد على الدكه، مع كل الاحترام لخالد بيبو. خالد بيبو ده في حته ثانيه، بس انا بتكلم على يعني تايتل مدير الكوره، ازاي يشتغل في المكان ده، ازاي يتعامل التعامل اللي يحسس الجمهور باللعيبه انه مسيطر وشايف شغله. مش اختلاف مع خالد بيبو نفسه، ولكن اختلافي مع شغله او طريقته، ودي تفرق. خالد بيبو قاعد زي اي لاعب قاعد مستني انه ينزل الملعب، لا، انت مش قاعد لاعب، انت قاعد بتدافع عن الاهلي على الخط، بتدافع عن الاهلي في غرفه الملابس بالتعاون، اللعيبه كلها مع بعضها، انك تحبب الناس في بعضها، واي حد يغلط ياخد فوق دماغه. هو ده اللي لازم يحصل. غرفه الملابس لو ما اتظبطتش، اوضه الملابس لو ما اتظبطتش مع الاهلي، الدنيا هتتفركش. ولنا في ذلك عبره. الزمالك تتفرج على الزمالك بدايه الفشل وبدايه وقوع الفريق اللي كان واخد 2 دوري ورا بعض، بدايتها من اوضه الملابس. اوضه الملابس لو ما اتظبطتش على الدنيا السمنكتي زي ما بيقولوا. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى الحلقه تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه